الحلوين، عاملين ايه يا بنات؟ يا رب دايما في احسن حال. وحشتوني 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 قد الدنيا كلها. بصوا النهارده فيديو جديد، وفيديو النهارده هيكون فيديو مشتريات العيد، وانا متاخره وش منكم في الارض بجد يعني. بس والله يعني في حاجات كتير كنت طالباها اونلاين وجات لي متاخر، فانا كنت عايزه اوريكم الحاجه كلها مره واحده، يعني مش عايزه اعمل كذا فيديو واوريكم على قطاعي وكده. فوالله اخر حاجه جايه لي امبارح بالليل، فقلت لا مبداش بقى انا اصور فيديو وانزل لكم الحاجه على طول. جبت حاجات ليا والولاد للبيت بقى والخروج بقى وحركات كده ان شاء الله تعجبكم. فتعالوا ابدا الاول بهدوم البيت. امي روحي اعملي حاجه تشربيها وتعالي اتفرجي على الحاجات اللي انا جبتها، وطبعا مستنيه رايكم في الكومنتات. اول حاجه هوريكم البيجامه بتاعت ديما. انا جبت لها بيجامه بنوتي كبرت اللهم بارك. عايزه يا جماعه بيجامه زي بتاعتنا، عايزه بيجامه زي بتاعت الكبار، عايزه بيجامه بزراير تمام. فجبت لها البيجامه دي من بيج اسمها ادم ستور. بس اكيد بتطلع لكم، يعني بتطلع لي كتير جدا على الانستجرام والفيس. فجبت لها البيجامه دي، هي قطيفه ومن جوه كده ده البطانه بتاعتها، وباربي وزراير وجيب. وده عايزه اقول لكم ده مقاس 10. بصوا هتحسوه صغير يا جماعه. بصوا لما تجيبوا القطيفه هاتوا بقى اكبر نمرتين 3 بجد. يعني دي من 8 سنين انا بجيب لها 10 بيبقى حلو ومظبوط عليها. فدي بصوا صغنطوطه ازاي، فهي دوبك على قدها، تحس ان دي 8 مش 10 خالص. فالمهم ان هي عجبتها وهي كانت مختاراها. ده كده التيشيرت يعني اللي فوق الزراير، وده البنطلون بتاعها مفيهوش جيوب ولا حاجه، في بقى من تحت كده خياطه. ودي كده البيجامه بتاعت دمدومه بتاعت العيد. وكمان يوشا بقى، يوشا ده انا كنت جايبه له البيجامه ديت بس لسه جديده ما لبسهاش، فقلت البسها له. اللي هي دي بصوا تحفه تحفه تحفه. كنت جايباها من رشدان كيدز بتاع الاطفال. وده البنطلون بتاعها شكلها كيوت قوي. بص بقى الاسعار، البيجامه بتاعت ديما كانت عامله 480 تقريبا، والبيجامه بتاعت يوشا كانت عامله 400. تمام. انا بقى برضو جبت لي بيجامه من بيج برضو على الفيس، لا على الانستجرام، اسمها موف. فانا طلبت من الموقع بتاعهم برضو، خدت وقت شويه عقبال ما جت. بس 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 ان شاء الله تعجبكم. بصوا انا وبندوتي بينك بقى. بصوا هي دي البيج اللي بقولكوا عليها اسمها موف. جبت من عندهم البيجامه دي، هي بزراير وشكلها حلو كده عجبني بصراحه. والخامه بتاعتها هي مش شتوي، يعني خلاص الجو مش مستعد البس هدوم شتوي، فهي قطن. فيها ليكرا شويه بس القطن بتاعها حلو. وبصوا الاستيك بتاعها وتفاصيلها جميله. ومن هنا طبعا الزراير شكلها تحفه في الحقيقه. وده البنطلون بتاعها، بصوا من تحت في اسوره كده، وبجد شكلها حلو قوي. عايزه اقول لكم انا عندي مج لسه جايباه جديد في نفس الفيونكه دي. ودي ماما تقول لي عايزه فيونكه زي، ليه مش جايبه فيونكه زي؟ وزعلت بقى يوميها. قلت لها لا انت هجيب لك والله واحده احلى. دي يا بنات كانت عامله تقريبا برضو في رينج 500 480 حاجه كده. فخريفي وقطني وجميله حلوه قوي قوي الفتره ديت في الخريف والربيع. ما لقيتش سليبرز خالص خالص، شكلها حلو وشيك وامور تتلبس. ولو لقيته قولوا لي عشان انا ما لقيتش خالص، ولا ليا ولا للولاد حتى. شباشب كده جديده يلبسوها، ما مش عارفه في ايه. طبعا جبنا هدوم داخليه والحاجات دي كلها بتاعت الهدوم البيت. انا بجيب دايما من دايس، بيبقى الحاجات بتاعتها حلوه كده، بتبقى اطقم مع بعض وبتبقى شكلها حلو والقطن بتاعها حلو. نيجي بقى لهدوم الخروج ماشي. اول حاجه الكتكوت الصغير، انا جبت له البنطلون ده تحفه. انا بعشق درجه الجنسيات دي يا جماعه، الدرجه اللي هي مديه على زيتي دي بتبقى تحفه. بص اصلا تفاصيل البنطلون حاجه بنت ناس كده. بصوا من ورا عامل ازاي. ده مقاس 18. ما خلاص بقى بعدنا عن الشهور والارقام ديت، فده مقاس 18 يا جماعه. كان عامل 580. جبته منين؟ المحل ده اسمه كيدز هوم. انا جبته من الفرع اللي هو بتاع سهل حمزه، بس هو فاتح في نصر الدين برضو، فاتح في نصر الدين الهرم وفاتح في سهل حمزه. عنده هدوم حلوه كده شكلها كيوت. فانا جبت البنطلون ده من عنده. دخلت كمان على ستدرينو، جبت له من عنده بقى حاجه من فوق. فبصوا له الشياكه والقلاجه. جبت له الجاكيت ده، جاكيت جبردين. بص هو الفترة دي اللي طالع الجينز والجبردين والبلوفرات الخفيفة، القمصان اللي هي الكتان او اللي هي القطن التقيل، ويتلبس تحتيها حاجة. فانا عجبني ده جدا. بصوا يا جماعة عامل ازاي،
وهو مظبوط عليه كايد، لكن كجسم هو طويل شويه بس حلو يعني مجمل. فبصوا ده كده في جيب بقى من هنا ومن هنا، وجاي معاه التيشيرت ده. بصوا التيشيرت قطن، وعجبني بقى الحركه دي. فعايزه اقول لكم ان هو الطقم مع البنطلون بجد تحفه قوي قوي. انا عارفه ان انتوا مش بتلاقوا حاجات كتير بسهوله، وانا كنت زيكم كده مش بلاقي حاجات بسهوله. هدوم مش بيعجبني اي حاجه، يعني مش هجيب عشان خلاص انا لازم اجيب، لا لازم اكون مقتنعه بالحاجه. الجاكيت بالتيشيرت بتاعه عامل 650، فبجد سعره كمان كويس بالنسبه ان هو قطعتين، والخامه بتاعته كمان تقيله. بتاعه جبت له من المحل ده اسمه اوزا، في شارع العريش، اخر العريش، اكنك طالعه على فيصل يعني لو انت من فيصل او من هرم. فالمحل ده حلو قوي في حاجه الاطفال، فجبت له من عنده الكوتشي ده، هو مستورد وشكله قمر بالتيكت بتاعه وشكله كيوت. بصوا دي الماركه بتاعته هي، وبصوا الكوتشي وجماله وحلاوته. بصوا بجد ما شاء الله يعني ولا غلطه. بصوا عامل ازاي، تحفه جدا وعجبني الدرجه دي، والستايل ده من الكوتشي جديد لاياد، فحبيته قوي. مقاس 25 وبينور كده من الجناب، فحبه قوي. الكوتشي كان عامل 650. تعالوا بقى اوريكم الحاجه بتاعت ديما. بصوا انا جبت من المحل ده اسمه كيدز كوكي. انا رحت فرعين، اول فرع بتاع المعادي جبت من عنده قطعه والباقي ما كانش موجود، فروحت الفرع بتاع مصر الجديده عشان اجيب القطعه التانية عشان اكمل الطقم. فاول حاجه جبت من عندهم لديما السكيرت دي. عايزه تلبس جيبه مش عايزه تلبس بناطيل، يعني قلت لا الستايل حلو وطالع موضه اصلا. بصوا هي دي شكلها بجد يا جماعه حلوه قوي قوي. انا جبتها لها مقاس 12 لاني مقاس 10 حسيته ماسك كده. فدي يا بنات كانت عامله 400. كان في اللون ده منها واللون الاسود تمام، بس انا حبيت اللون ده اكتر، حاساه هيبقى حلو قوي مع ديما. جبت لها كمان من عندهم بس فرع بقى مصر الجديده البلوفر ده. بصوا ده كده يا بنات شكله، بصوا عامل ازاي. هو كده الحته دي كده، دي كده هتبقى باينه اللي هي الحته دي، وهو القصه بتاعته خطيره خطيره بجد. الخامه بتاعته بصوا باينه كده من قريب، ومن هنا كده اسويره، فجاي زي ستومك كده شويه، بس لما تلبسه على السكيرت هتبقى بطنها مش هتبقى باينه يعني هتبقى متغطيه، بس هو تحس هو شكلا قصير لكن على جسمها لا مظبوط جدا. فبجد كان حلو قوي. البلوفر كان عامل 480. كمان البنطلون لو عايز تلبسه من غير بنطلون ولبسها شورت تمام. لو الجو ساقع او عايزه تلبس حاجه فحبيت اجيب لها كلون، فجبت لها الكلون ده اللي هو بيكون شبه الجلد، عارفينه اللي هو طالع كده موضه قوي، اللي هو بيبقى مبطن يدفي وفي نفس الوقت تحسي وانت لابساه ان دي رجلك كلون، يعني ما تحسيش لابسه شراب اسود اسود. فجبت لها ده، جبته لها من محل اسمه ديما هز في سهل حمزه برده، كان عامل 200 جنيه. بس بصوا حلو ازاي، ومن تحت كده شراب بقى عادي تمام. فقلت اجيبه لها بحيث ان هي عايز تلبسه مش عايزه يبقى خلاص، بس المهم يبقى حاجه موجوده عندنا احسن. الطقم ده قلت مش هينفع معاه حاجه غير بوت، فقلت اجيب لها بوت اسود يمشي معاه وفي نفس الوقت هينفع تمام. فتغيير بقى مش كل الكوتشيات كوتشيات، وهي كانت حابه بقى يعني تبقى مزمزيل شويه. فبصوا بقى البوت ده، بصوا يا جماعه تفاصيله تحفه، ومن هنا مختلف عن الجنب ده، هو تحس ان هو شمواه في جلد. فبجد حلو قوي، عامل 500. جبته من المحل ده اسمه دبي شوز، فاتح في شارع ضياء من ناحيه فيصل، يعني وانت ماشيه في فيصل في شارع ضياء تاني محل في الشارع. فعايزه اقول لكم من احلى واشيك المحلات اللي هتخشوها بتاعت احذيه. الحاجه عندهم حلوه جدا، وهو عندهم اطفالي وكبار ورجالي، فانا جبت ليا ولمحمد ولدومي من عنده. فبجد الحاجه كانت عنده حلوه قوي. جابت طبعا شنطه، ما ينفعش طبعا عادي يا جماعه من غير شنطه، فجابت شنطه دي بتعشق كيرمي، فجبت لها الشنطه دي، اختارتها طبعا عشان لونها ابيض وعليها الرسمه اللي هي بتحبها. وجابت دبدوب كيرمي برضو، فقلت عشان يلا العيد بقى. فشكلها برضو حلو كده تتفتح وعلى قد الموبايل بتاعتها وعديتها وكده.
بالنسبه للمحل اسمه كيدز كوكي ده، دي الفروع بتاعته عشان هو عنده المقاسات للسن المحير اللي هو من 6 لحد 16 سنه. فعشان عارفه ان انتوا اكيد بتعانوا من الموضوع ده، وانا بدات يعني احس ان انا في معاناه. قبل كده كنت بلاقي مقاسات ديما بسهوله، والحاجات الحلوه الشيك الكيوت الاموره من محلات كتير معروفه. دلوقتي وبدات كده من السنه اللي فاتت اللي هو مش لاقيه، مش اي حاجه بتعجبني. فده ظهر لي البيج على الفيس، فلما رحت لها دي الفروع بتاعتهم. بص عندهم في روكسي وزهراء المعادي، وفي اسكندريه في مصطفى كامل، وفي شبرا اللي هي مش عارفه شبرا خيمه ولا بس مكتوب شبرا، وفي 6 اكتوبر في دانجي مول. فدي الفروع بتاعته، اسمه كيدز كوكي، هتلاقيه في على الفيس يعني لو عايز. تعالوا بقى اوريكم الحاجات اللي انا جبتها ليا. اول حاجه جبتها اونلاين كان دول، تمام. دي يا جماعه توب بيزك اللي بيتلبس من تحت الجواكت، عشان انا كنت محتاجاهم قوي وبجد عجبوني قوي. بصوا دي كده الرقبه بتاعته، تمام. الخامه بتاعته ليكرا، الدريب والشكل ده حلو. تفاصيله كمان بصوا من قريب حلوه ازاي. وده الكومو من هنا في دانتيل كده من هنا. عايزه بقى تخليه طويل، عايزه تخليه قصير، عايزه تدخليه من جوه زي ما انت عايزه. فعجبني عشان كده. وكمان طويل، تمام، يعني يغطي كده ويداري، وحلو. خامته كمان حلوه، مش تقيله قوي ومش خفيفه قوي. فهي تنفع قوي لو انت في الوقت ده عايزه تلبسي حاجه قط، عايزه تلبسي حاجه خفيفه كده عليه، فهتبقى حلوه قوي ومناسبه. جبت منه الابيض او اللي هو الاوف وايت ده، وجبت كمان منه الاسود شيك قوي. بصوا برضو الدانتيل اللي هنا ده شكله لذيذ، فحبيته قوي. القطعه كانت عامله 350. اسامي البيجات الاونلاين بجيبها على طول، دي اللي بيعجبني بيه، فمش فاكره اسمه قوي. فلو عايزين تعرفوا اكتبوا لي في الكومنتات، وانا هبقى اشوف الصفحه اللي جبت منها وهحط لكم اللينك بتاعها. كان القميص ده او الجاكيت ده هو جبردين، وهو طالع موضه قوي الجينز والجبردين في الفتره دي بالذات. فجبت اللون ده عشان انا بعشقه بجد. تحفه تحفه تحفه. دي البيج اللي انا جبت منها، ده طلبته اونلاين، اسمها بدايه، اسمها بدايه، تمام. فالخامه بتاعته حلوه، وبصوا الزراير بتاعته اللي هي كده دي، وتفاصيله تحفه. بصوا الظهر بتاعه عامل ازاي. فعايزه اقول لكم ان في اللبس بجد تحفه قوي. كان عامل تقريبا 650 تقريبا يعني على ما اتذكر. فده كده هو شكله. حبيت بقى اجيب بنطلون مختلف شويه عن البناطيل اللي عندي، فجبت جينز اللي هو الوايد ليج اللي هو ده، اكيد عارفينه. بصوا ده كده هو بيبقى شكله من محل اسمه ديجا، فاتح في اول فيصل جنب عند ال20 كده، تمام. فده المحل اهو اللي جبت منه. عجبني قوي يا جماعه، واسع من اول فوق لحد تحت، مش هو ماسك على الرجل او تحس ان هو ليجن او سكين او كده. لا انا كنت عايزه اجيب بصراحه المنفت، بس قالوا لي المنفت مقاساته صغيره يعني، احرجوني. فقلت خلاص يا جماعه مش لازم منفت، نجيب حاجه تانية تليق. في الشالستون برضو طالع موضه، بس الشالستون معاه حسيت ان عارفه تحسي ان حاجه مليانه من فوق وفي الرجل ضيقه، بعد كده رازله على واسع، فما كانش حلو معاه الستايل القميص ده، خصوصا ستايل القميص ده اللي هو اوفر سايز كده واسع. فاحسن حل لي كان الوايد ليج. وبجد يا جماعه شكله في اللبس اصلا تحفه. ودرجه الجري مع درجه البنفسجي دي قمر قمر. ايه يا جماعه اسعار الطرح دي؟ انا بقالي كتير ما اشتريتش طرح والله اتصدمت. اقل طرحه لقيتها ب150، اغلى طرحه كانت ب450 اللي هي التايلاندي دي. خير الامور الوسط. فالمهم جبت الطرحه دي اهي جراي كده، او اللي هو اللون السيلفر الفاتح. مرضتش اجيب شيفون، وحسيت ان مش عايزه اجيب مشجر، اللون الساده حتى لو طقمي ساده فعادي خالص. فاللون بجد تحفه، المهم لاقي عليا ولا لا. جبت كمان معاه البونيه ده بونيه بيتلبس، تمام، بس مش بتاع الفوال، اللي هو القطن العادي خالص، تمام. الفوال هيدي فوليوم، انا مش عايزاه الفوليوم، انا عايزاه يدي كده، تمام، عشان اعرف البس الطرحه دي عليه. جبت الطرح يعني ب200 الحمد لله. ده كده الطقم. جبت بقى من المحل اللي جبت منه الديمه اللي هو الدبي شوز ده، الكوتشي ليا. كنت عايزه كوتشي ابيض يكون حلو ويكون شيك وفي نفس الوقت مش تقليدي ومش منتشر، تمام. فبصوا الكوتشي ده وانتوا قولوا لي ايه رايكم. بصوا يا جماعه
بجد عجبني جدا. فبصوا تفاصيله حلوه ازاي، والجلد بتاعه تحفه. فبجد عجبني، وعجبني ميكس الجري او اللي هو السيلفر مع الجولد، فحسيت ان هو هيليق على اي حاجه. تمام. فده كده شكله. فالكوتشي ده يا جماعه كان عامل 700، فالحمد لله جبت حاجه حلوه عجبتني. في كمان من عندهم شنطه درجه اللي هي الاوف وايت، هي تقريبا نفس درجه الكوتشي، لان الكوتشي مش ابيض صرف، هو تحس ان هو اوف وايت كده شويه. فجبت الشنطه دي من عندهم. بصوا يا جماعه مع الكوتشي تحفه، عجبني كمان هي فيها جولد، فحسيت ان هي تبقى حلوه قوي. ده كده، والشنطه ميرور فمعاها التيكت بتاعتها ومتقفله. فعايزه اقول لكم كمان من جوه عامله ازاي. كان عندهم الاسود بتاعها والمارون تقريبا. في شنط ممكن تشوفوها في لون تبقى تحفه، في الدرجه تانية شكلها وحش قوي. فالشنطه في الدرجه دي خطيره. اولا هي فيها 3 خانات، ادي كده خانه، وادي الخانه التانية معاها الحزام طبعا بتاعها متقفل كده هنا، وده الجيب التالت، وفيها من جوه سوسته، وادي التيكت بتاعها من هنا، وفي هنا كمان جيب سحري. فبجد الشنطه عجبتني، وحسيت ان هي شكلها شيك كده. سعر الشنطه كان عامل 2000، ومن تحت بصوا شكلها عامل ازاي. فبجد هي غاليه شويه، بس هي شكلها حلو، وهي كمان عشان مستورده فهي بتبقى غاليه شويه. انتوا بجد ايه رايكم فيها؟ حلوه ولا اي كلام؟ فده كده الشنطه. تدخل بقى على الدلع والحركات بركات والحاجات اللي احنا عارفينها دي. دخلت المحل ده اسمه صدفه في شارع العريش. عنده ميك اب وحاجات كده، اكسسوارات يعني بتاع. فجبت من عندهم الهايلايتر ده. انا بحب الهايلايتر اللي ما فيهوش جليتر يا جماعه، ما تجيبوش اللي فيه جليتر بربرق وعرايس والجو ده ما ينفعش خالص وانتي نازله. فده بصوا حاجه تديكي اللمعه اللي انت عايزاها، بس ما فيهاش البرونزر. تمام. انتوا لما تيجي تجربوا الهايلايتر جربوا وشوفوا، لقيتيه فيه بيلمع معاكوا وتيجي تعملي كده تلاقيه بينزل منك، ما تجيبوش. الحاجه اللي بتكون هايلايتر كده فيها الهايلايت اللي انت عايزاه، وفي نفس الوقت ما فيهاش جليتر، ده حلو وهاتيه، وسعره كمان مش غالي. مش عارفه اعمل كام بصراحه، بس هو سعره مش غالي. تمام. مش حاجه من الحاجات اللي سعرها مش غاليه. جبت كمان من عندهم النيلز دي. بصوا هي شفافه كده شويه، يعني هتبقى شبه الايد، وشكلها لطيف يعني. برضو يعني الحاجات دي كلها بتبقى عارفين اللي هي 40 50 60، فبتجمع في الاخر يعني رقم. بس ده كده الحاجات اللي انا جايباها. جبت كمان لاشز اللي هي بتبقى هير باي هير كده، الجزء ده ومعاها مش عارفه دي ماسكارا تقريبا، وفي الجزء اللي انت بتحطي بيه اللاشز. انا اول مره اجرب اللي هي الصغيره، انا دايما بجيبه وبقص وبحط بس في الطرف، بتبقى شكلها ناتشرال كده، وشكلها متحسيش حتى رموش. فدي لطيفه وعجبتني. جبت كمان البلاشر بتاع روز جولد يا جماعه خطير، ليكويد بلاشر اللي شفتها وبجد عجبتني. ده الابليكيتور بتاعته يا جماعه، بصوا بيتوزع بسرعه بسرعه، مش بينشف ويلطخ والجو ده. فبصوا بيتفرد ازاي معاكي بسهوله، ريحته حلوه، فبجد عجبني. فمش عارفه سعره كام، مكتوب كام، مش مكتوب سعر يعني. فالمهم حاجه روز جولد مش غاليه. وطبعا فرشه جديده عشان خاطر دمدومه، هي اللي اختارت الشكل ده بصراحه عجبتني. قلت لها دي ما انا هقلبها منك عشان الخشب بتاعها نضيف كده وشكلها حلو. كانت عامله 85 جنيه. وطبعا دخلنا عند دام عشان نعمل الصفقه بتاعتنا، الحاجات التوك والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. اول حاجه جابت محفظه جديده برضو كيرمي، فقالت يلا بقى نكمل بقيه الطقم. فجبت لها المحفظه دي. وانا جبت اللي هي دي املاح اللي هي الباديكير اهو، املاح الباديكير عشان خاطر تنظيفات الشخصيه للعيد. فتحطي منه شويه، تحطه في الميه وتحطي رجلك فيها وتنقعيها وتعملي بقى الباديكير بتاع رجلك. فده كان عامل 40 جنيه، وفي نوع رخيص كده ب 15، بس يعني شكلا بيقول ان هو مش حلو. فبصوا ده الماركه بتاعته اهو. تمام. وريحته عجبتني، حتى حلوه قوي. عارفين ريحه النظافه؟ عارفه في ريحه حد كده تيجي تشوفي ده مستحمي، عارفين انت ريحه الصابونه اللي الواحد مستحمي بيها دي؟ ده نفس الريحه. فبجد ريحتها حلوه. جبت لي بقى انا كمان توك كده، فجبت لي التوكه دي عشان تمشي مع البيجامه. اوكي. وجبت كمان التوك دول من داما. وجبت كمان التوكه دي. تمام. وجبت لي كمان التوكه دي، كلها كليبسات كده على توك على
حاجات كده حلوه لطيفه ولذيذه، شكلها شيك كده وهاديه. طبعا لازم توك العيد، انتوا عارفين بقى بتاعت البيجامات وهدوم العيد. فجابت الباك دي شكلها، والباك دي، وعجبتها التوكه دي، قالت لي عشان هتبقى بينك تمشي مع البيجامه. قلت لها ماشي تمام. واختارت دي، قالت لي عشان هلبسها في العيد مع البلوفر والسكيرت، حاسه ان هي لايقه فعجبتها فجبتها لها. طبعا دي مهمه، دي عشان المدرسه. واختارت كمان الضوافر ديت، مش عارفه كانت عامله 50 جنيه بس لطيفه يعني، اللي هي نفس الماركه اللي هي دي، اسمها يلا، تمام، عليها لابوبو. بس يا حبايب قلبي دي كده كل المشتريات البسيطه الحلوه اللي احنا جبناها، يعني ما كترتش، تعرفين خلاص يعني هو العيد وبعد كده الصيف هيجي وبعد كده بنجيب كسوه الصيف. فعشان كده ما رضيتش اجيب اكتر من طقم لكل واحد، وحتى البيجامه هي بس بيجامه لكل واحد فينا. وبس الحمد لله ربنا ما يقطع لنا عاده. وكل سنه طبعا وانتم طيبين. يا رب يا بنات الحاجه تكون عجبتكم، واكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه اكتر قطعه عجبتكم، ان احنا ذوقنا زي بعض. وفي كتير جدا بصراحه تكتبوا لي انا كمان احنا جايبين زيك، احنا جايبين نفس الالوان، احنا جايبين من نفس المحل. فبجد بفرح قوي ان احنا شبه بعض، دي احلى حاجه يا جماعه. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. وتوحشوني، وحشوني قوي قوي قوي. واستنوا بقى فلوج بتاع العيد وليله العيد وتظبيطات العيد والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. هتوحشوني. باي باي، مع السلامه.